السلام عليكم، ورجعنا لكم تاني والجزء الثاني من كيف تقزم بطلا وكيف تصنع من قزما بطلا. في كرة القدم تسيد لاعبو الزمالك في حقبة التسعينات وفي أول التسعينات وأواخر الثمانينات الكرة المصرية عبر الاسكتلند ديف ماكاي وفاروق جعفر في جيل كان من أعظم أجيال الزمالك. قيادة الموندياليين أشرف قاسم، أحمد رمزي، هشام يكن، أيمن طاهر، جمال عبد الحميد، إسماعيل يوسف، ومجد طلبة قبل خروجه إلى باوك ثم العودة للنادي الأهلي. وكان معهم أسطى نص الملعب رضا عبد العال، وكان محور قوة الزمالك رضا عبد العال مع إدارة الكرة المصرية طارق يحيى، وكان حمادة عبد اللطيف في أواخر أيامه الكروية. فإذا بالنادي الأهلي يعرض رقم خزعبلي على رضا عبد العال وصل إلى مليون جنيه، 1,080,000 جنيه. في وقت كان أكبر لاعب عقد في الكرة المصرية 125,000 جنيه. ويتم شحن الجماهير ضد كبار الفريق. أشرف قاسم بعد لقاء السويس والخطأ اللي أخطأه مع مهاجم السويس أحمد متولي، هشام يكن، فأصبحت الجماهير سهام مارقة في ظهر لاعبيها، فإذا باللاعبين الكبار يعتزلون واحدا تلو الآخر، وكان آخر مناطق مركب إسماعيل يوسف، فاندثر الجيل حتى بداية الألفية الثانية. وإذا بجيل عبر صناعة البرازيلي كابرال بتصعيد طارق السيد وطارق السعيد ومحمد عبد الواحد وجمال حمزة، والشاب الصاعد في ذلك الوقت شيكابالا. إذا بهذا الجيل يحصد الأخضر واليابس، الأخضر واليابس، ويحصد كافة البطولات مجاورة مع نادي الإسماعيلي الذي حصل في أول 5 سنين من الألفية على بطولة دوري. ولكن تأبى المنظومة أن يظل الزمالك قويا أو الإسماعيلي قويا عبر تفريغ البطن، فيتحصل الأهلي على صفقات نارية من الزمالك، وهي محمد صديق قلب دفاع الزمالك وطارق السعيد الوينج شمال. ويتم تفريغ الإسماعيلي بالكامل من عماد النحاس وأحمد فتحي ومحمد عبد الله وسيد معوض وأحمد خيري ومحمد بركات وإسلام الشاطر، فلينتهي الإسماعيلي وليذهب إلى الجحيم. فإذا بالبطلين يقزمان ويترنحان في 2005، ويصل أحدهما إلى المركز الثالث والثاني إلى المركز الخامس في أطروحة عجيبة قالها عصام الشوالي في لقاء الأمس القريب في بطولة أفريقيا أمام شباب بلوزداد. الزمالك ظاهرة كلما تتجدد وتتغير وتظهر في التاريخ، من بطل منذ شهور قليلة يحصد كافة الألقاب بمجموعة من الناشئين إلى فريق لا هوية له ولا شكل وهزائم متوالية. إنها الصفعات يا سيد المعلق الكريم، إنها الصفعات التي تتوالى على جسد منهك مكبل تكبله الدولة باستخدام لجان لا تعي ولا تفقه في حق الإدارة شيء، وتجميد الإدارات الشرعية لذلك الكيان. عروض تأتي من الشمال ومن اليمين، وأكاد أجزم أن عروض صفقات الزمالك في الخارج بالكامل تسويق أهلاوي. حسين الشحات عمل لقاء العمر أمام ريال مدريد ولم ينظر إليه أحد بالاحتراف، ولكن إمام عاشور الذي يؤدي أسوأ مواسمه منذ بداية الموسم في 2023 يأتي له عرض بذلك المبلغ. كل يوم عرض لسيد زيزو، كل يوم عرض العواد، كل يوم عرض الفتوح، كل يوم عرض لكل الناس، والأهلي مفيش حد بيبص عليه، لأن هناك من يسوق وينعكش الفريق من أجل أن يدمر البطل ويقذر. ناهيك بقى عن حجز في الأموال، في أموال البنوك، تأخير في سداد المستحقات، مماطلة في العقوبات، مماطلة في السداد. ولك الله يا جمهور يدعي المظلومية.
يا كابتن حسن يا شحاتة، نحن الجمهور يدعي المظلومية. عرفتم أن الرياضة المصرية تدار من خارج خطوط الملعب وليست من داخله. اتأكدتم من مقولة المهندس الزراعي عدل القيعي أن البطولات تحسم في الغرف ولا تحسم في الملاعب. نعم. وعيتم لكلمة شريف عبد الفضيل إن اتحاد الكرة فتح قبل الفجر عشان يتأيد. اللي رفض يأيد لعيبة الزمالك قبل ساعة من غلق باب القيد. لك الله يا زمالك وجمهورك. انتظرونا، ما زال الملف مفتوح، وسنراكم في لقاءات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.